بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام. فيديو اليوم إن شاء الله باش يكون بشكوتو العيد، باش نعطيكم طريقة بشكوتو الجلجلان، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة باش نشارك معاكم بشكوتو البوفريوة، البشكوتو ناتور والبشكوتو كوميرسيال. تابعوني، إذا ما كنتش مشتركين اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. باهي توا نبدو في الوصفة. لهنا عندي 3 عظم، 250 مليلتر زيت، 200 جرام نشا و250 جرام سكر محور، وعندي زادة 100 جرام جلجلان، زوز خميرة وزوز فانيليا، وباش نكهة زادة بروح الزهر. وبالطبيعة الفارينة، بالنسبة للفارينة وزن 600 جرام وما استحقتهاش الكل، معناها عينكم ميزانكم، وبالطبيعة كل شيء مغربل. أول حاجة باش نبدا بها توا العظم والفاني وقطرات من روح الزهر والسكر، وباش نخلط حتى لين السكر يتحل، ومن بعد باش نزيد الزيت. وبعد ما خلطت الزيت توا باش نزيد الجلجلان ونخلط، وبعد باش نزيد النواشف الكل اللي هما النشا والفارينة والخميرة. وكما قلت لكم الفارينة وزنت 600 جرام وما استعملتهاش الكل، عينكم ميزانكم. ما لازمش العجينة تبدا شايحة، لازم تكون طرية وتتلصق باش البشكوتو يجيكم هشوش. وتوا من بعد نوريكم القوام متاع العجينة كيفاش لازم يكون. وهذا القوام تاع العجينة كيفاش لازم يكون طرية وتتلصق. وإذا كثرتوا من الفرينة وجدكم العجينة شايحة تنجموا تزيدوا مغرفتين وإلا 3 مغارف أحليب. وتوا بعد ما حضرت العجينة باش نجيب الماكينة ونبدأ نشكل، والطريقة واضحة ما تستحقش تفسير. تنجموا تخدموها بالماكينة العادية التقليدية كما تنجموا تخدموها بالبوش. باش نبدأ معاكم توا طبق ونكملوا وحدي وندخلوا للفور 200 درجة لمدة 15 دقيقة.
وهذا البشكوت بعد ما خرج من الفور ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، وان شاء الله نكون فدتكم. توا ما بقى لي باش نقول لكم كان لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.